خدت الشر وراحت. الجملة دي كنا دايما متعودين نقولها من أهالينا لما كانت حاجة تتقطع أو تتكسر أو تضيع مننا وكنا نزعل عليها، يقولوا لنا ما تزعلوش، قولوا خدت الشر وراحت. القصة بتاعتنا النهاردة على قد ما هي قصة فيها عبرة وعظة، بس قصة مرعبة حصلت من أيام سيدنا سليمان، وبتدل على اللي أنا هقولها أو قلتها في بداية الحلقة، خدت الشر وراحت. يعني إيه؟ القصة ديت كان حصلت أيام سيدنا سليمان، اللي طبعا ربنا أنعم عليه بنعمة إن هي يعرف كل لغة الطيور والحيوانات. فطبعا النعمة دي مش موجودة غير عند سيدنا سليمان وبس. جاء واحد وقال له أنا عايزك تعلمني لغة من لغة الحيوانات. فطبعا سيدنا سليمان استغرب من طلب الراجل دوت وقال له بلاش. نصحه نصيحة بس الراجل ما فهمهاش وقال له بلاش، لان انت مش هترتاح وهتتعب لو اتعلمت لغة من لغة الطيور او الحيوانات. بس الراجل او الانسان ما بيعجبهوش غير عقله واصر على طلبه. ولما فضل على اصراره سيدنا سليمان قال له ليك حرية القرار، وقال له زي عايز يقول له كده خلاص انت اللي طلبت وانت اللي هتستحمل نتيجة قرارك. وفعلا قال له طيب انت عايز تتعلم اي لغة من لغة الحيوانات؟ قال له انا ساكن في مكان فيه حيوان كتير جدا جدا، هو ده اللي يبقى متواجد بصفة مستمرة وبكمية كبيرة، هو القطط، فانا عايز اتعلم لغة القطط. فقال له طيب، وفعلا سيدنا سليمان علمه لغة القطط. وبعد ما اتعلمها كويس جدا، بعد كده مرة قاعد في بيته وقاعد في شباك بيته جنبيه كده، فلقى قطتين تحت شباكه. القطتين بيكلموا بعض بلغتهم طبعا. وطبعا بما ان سيدنا سليمان علمه لغة القطط، فلقاهم بيقولوا وسمعهم بيقولوا ايه بقى. واحدة بتقول للتانية على فكرة الراجل دوت صاحب البيت عنده ديك، والديك ده هيموت واحنا هناكله. فطبعا اللي هو الراجل ده طلع يجري على الديك اللي عنده وراح واخده وذبحه واعطاه لزوجته وقال لها اطبخي لنا الديك ده. طبعا زوجته كده استغربت مره واحده عمل الفعل دوت، مش فاهمه ليه. فقالت له طب ليه انت عملت كده، ايه السبب وليه الوقت ده بالذات؟ ما ردش عليها وقال لها بس ايه خدي واعملي. رجع تاني للشباك فلقى القطه بتقول للتانيه على فكره ده ذبح الديك. فقالت لها اطمني هو عنده خروف، الخروف ده هيعيا وهيتعب وهيرميه واحنا هناكله. فالراجل طلع يجري كأنه قاعد فاضي كده، طلع يجري على الخروف وقال بسم الله وذبحه. وقعد بعد ما ذبحه وصلحه ووزعه اعطاه لزوجته وقال لها اطبخيه. طبعا مراته بقت قاعده في حاله من الذهول، مره واحده كده تقوم تذبح الديك تذبح الخروف، احنا مش فاهمين في ايه ويلا كله بدون اي سبب. طب ايه انت بتعمل كده ليه؟ يقول لها بس مالكيش دعوه، اعملي بس اللي انا بقولك عليه. ورجع تاني للقطط والشباك اللي هو عمال بيبص عليه. فقالت لها على فكره ده ذبح كده الديك وذبح الخروف. قالت لها اطمني الراجل ده هيعيا ويموت واحنا هناكل في عزاه. هنا هيعمل ايه؟ مفيش بقى عمل ربنا. طلع الراجل بعد ما جات له حاله من الرعب طلع يجري على سيدنا سليمان وقال له الحقني انجدني، ده حصل ان القطه قالت للتانيه وقال له بقى على موضوع الديك موضوع الخروف وكده. فسيدنا سليمان بصله وهو مش عارف يقول له ايه، وقال له على فكره اللي حصل ان انت اللي اخترت، اللي حصل انت اللي عملته ده بايديك. فالراجل استغرب ازاي؟ سيدنا سليمان قال له ان ربنا كان عايز يفديك بالديك وانت بحيث ان القطه تاكل منه يعني ويفديك بيه، وانت ذبحته، وكان عايز يفديك بالخروف وانت ذبحته. فدلوقتي خلاص انت هتفدي نفسك بايه؟
الراجل بقى واقف عاجز، مش عارف يعمل اي حاجة ومش عارف يختار. يعني انا اللي اخترت بايدي ان انا اتعلم اللغة دي، وهو لو كانش يعرف او ما كانش يتعلم اللغة دي بعد ما هو اللي اصر ان يتعلمها كان عمل كده، بالتالي كانت الاوضاع اتغيرت اكيد. فطبعا عايزة اقول حاجة في المقام الاول، ان الانسان عمره ما بيريح نفسه، وعمره ما بيختار حاجة تريحه، بيروح على طول لسكة المتاعب. برغم ان سيدنا سليمان نصحه وقال له بلاش، هتتعب ومش هتستحمل، ده عالم تاني خالص بلغته بافكاره واللي ربنا بيبلغه بيه، بس هو اصر يقتحم العالم دوت برغم ان سيدنا سليمان نصحه. وكمان تاني حاجة نتعلم من القصة دي، ان لازم ترضى باللي ربنا عمله وكتبه. يعني ما تزعلش، احنا كنا بنزعل جدا من اي حاجة حصلت او كسرت او اتدمرت او ضاعت. فعلا ربنا بيبقى رايد الخير، وعسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم. فعلا، لان ربنا والله يعلم وانتم لا تعلمون، ربنا هو اللي عارف بكل حاجة. ممكن انت تحب حاجة وهي شر، وممكن انت تكره حاجة وهي خير، وده اللي حصل. انت قررت ان انت تفدي او انت تسيب الديك والخروف للقطط عشان ياكلوا منه، وانت متعرفش ان ده ربنا بيفديك بيه. فلما خدتهم وذبحتهم عشان انتوا تاكلوهم، فهم قالوا ايه؟ هو هيموت واحنا هناكل في عزاه. فعلا الانسان ما بيرحوش اي حاجه. حصل لك اي حاجه تعرف ان ده اكيد حاجه كويسه، ما تبصش ان هي ممكن شر، وان دوت ليه كده وليه حصل لي كده. وفي ناس بتعمل كده، ليه حصل لي كده، ليه بس كده، وتزعل وتضم. اكيد ربنا رايد الخير، اكيد ربنا عايز لك الخير. ما تزعلش، وقول خدت الشر وراحت، وتقول الحمد لله على كل حال وفي كل الاحوال. اتمنى تكون الموعظة من وراء القصة دي وصلت لحضراتكم، وقولوا الحمد لله في كل حال على جميع الأحوال.